رشي بقى البيكنج باودر على عتبة باب بيتك وهتشوفي العجب. بجد فكرة خطيرة، نفذيها حالا. الفيديو النهاردة مليان أفكار، تابعي معانا الفيديو للآخر. معانا هنا هنجيب ورقة منديل، يفضل يكون منديل بتاع المطبخ اللي هو بنحط البطاطس كده عشان يبقى سميك، ونحط عليه شوية ملح زي ما انت شفتيه، وأي بقى معطر عندك برفم بتحبيه، وهتصبقيه كده بالشكل ده حلو جدا. وهنثبته في الشماعة، تحطيه في ظرفة الدولاب، هتعطر معاكي الدولاب لفترة طويلة جدا. طب ليه حطينا الملح؟ الملح بيحافظ على البرفان، يعني بيفضل أطول وقت، مخلي ريحة البرفان موجودة أو المعطر بتاعك موجودة في الدولاب أو في أي مكان هتحطي فيه الطريقة دي، زي بالظبط الخشب ما عملناه قبل كده. هنا بقى الفكرة التانية، ده سكراب حلو جدا جدا فوق ما تتخيلي. هنجيب هنا كده معلقة بن، وهنحط عليها شوية نشا او كورن فلاور، هنحط عليها برضو معلقة بالشكل ده. وهنجيب برضو معلقة سكر، احنا مش هندوب السكر يا جماعة، احنا هنسيب السكر زي ما هو. وبقى معلقة مية ورد، وقلبي بسيط، احنا مش عايزين سكر يدوب زي ما اتفقنا، لان السكر ده اللي هيبقى الصنفرة بتاعتنا. هتعملي ايه بقى بالماسك ده، السكراب اللي احنا عملناه ده؟ فتحي بيه بشرتك، هتدلكي بيه بشرتك، تعملي بيه كعب رجلك، اي تشققات، اي خشونة هتتشال، وهيخليه الكعب كده احمر وجميل. ايديكي كده لو حطيتي عليها السكراب زي ما انت شايفة، هتفركي كده بحركة دائرية، اهم حاجة حركة دائرية. انا لما بفرك كده حاسة ان جلدي يعني يعتبر بيشيل اي طبقة بقى زيادة ناشفة من عوامل الجو، من الروتين بتاع المطبخ بتاعنا. فدايما بيبقى فيه ايه طبقة كده خفيفة عليه، لو احنا مهتمناش الطبقة دي بتزيد. كعب رجلك، كعب رجلك، الركبة، كوعك. بصي تحفة بجد، جربيه هتدعيلي عليه. بصي نمسح كده بالمنديل اوريكم. بصوا هنغسله بس، شوفي بقى الفرق بعد كده هيبقى بين الايدين حاجة كده خيال. بصي فرق بين ايدي والايد دي. طبعا احنا هنكمل بقى الايد التانية. نيجي بقى لفكرة البيكنج باودر. هترشي البيكنج باودر على عتبة باب بيتك. البيكنج باودر دوت بيمنع اي عنكبوت، اي نمل، بيمنع اي روائح كريهة. لو جوزك بيدخن، لو في اي ريحة كريهة في البيت، او اي ريحة مكتومة، البيكنج باودر بيشيله. بصي كده على عتبة باب بيتك من جوه ومن بره، هترشي بيكنج باودر ده بجد حلو جدا، بيمنع العناكب يا جماعة، بيجيب الفقر وبيجيب النكد. فبالطريقة دي هيمنع العنكبوت معاكي، هيمنع النمل، هيمنع اي حاجة وحشة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك واشتراك حبيب قلبي.